السلام عليكم الاخوان، لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ عرفت راسي غبرت عليكم، ولكن جاي لكم ان شاء الله بالجديد. الا كنتي كاول مره كتشوف القناه ديالي اشترك باش ان شاء الله ديما يوصلك الجديد، وما تنساش بالدعم ديالك اللي هو جيم، وعطنا الراي ديالك. يلا على بركه الله. اول حاجه كنبغي نهنئوا لاعبين ديال المنتخب الوطني لاقل من 17 عام للتاهل ديالهم لنهائيات كاس العالم. كنبغي نشكروا كاملين، وكلكم غادي نشكروا المدرب الوطني سي سعيد شيبه. ما عليكش سي سعيد. ولكن قبل المباراة اللي تأهلنا فيها وربحنا فيها المنتخب الجزائري في الجزائر، غادي نرجعوا لبعض التفاصيل اللي ما كانوا مهمين قبل المباراة. هاد الدراري ديال المنتخب ديال الجزائر استقبلوهم الجنيرو. شفنا يعني قوة المساعدة، الطرق الملكي، الوقاية المدنية. راه دراري قل من 17 عام. شتي كنت لقيت لهم ابراهيم بيه وميريندينا لقاكم داو هاد لكم. استغفر الله. واللي لاحظنا بانه هاد الدراري كانوا مشحونين وتعلموا مع الضغط اللي هو كبير. يعني مباراة يعني عاجية، واخا عرفنا بانها مباراة مصيرية اللي كتفصل التأهل لكأس العالم، ولكن هاد الدراري مخصوش يتحنوا بهاد الطريقة هادي اللي هي كبيرة وادات الخسارة ديالهم. ولكن اللي اثارني هو واحد اللاعب اللي كان لاعب افا سونتر، اللي هو كيما كتشاهد دابا يعني في الشاشة. هاد اللاعب قال لك اسيدي الاصول ديالو من المرتزقات ديال بوليزاريو. السؤال هو اش جاب هاد اللاعب يلعب مع منتخب الجزائر؟ قال لك اسيدي الكابرانات بيدخلوا هذاك اللعاب بزز باش يربح المغرب ويماركا عليهم شي واحد ولا جوج ونتقسم. ولكن هيهات ثم هيهات، سي سعيد شيبه والطاقم اللي معاه فرحونا وحمرونا وجهنا يعني مزيان. أين هذه؟ اسيدي خليونا حنا من الكره. شوف اسيدي شنو تقول. ابن خلدون الصبنا ديت خاص اللي يعني بالادله والبرهان انه الكسكس جزائري. شتي هذاك الكسكسو الا عرفتي نتيا تلقميه ولا عرفتي شحال من طفوره كاينه فيه، اسيدي حلال عليكم هذاك الكسكسو. بواحد الطريقة عنصرية ناب على هضرة كي دايرة. حقيقة تقال لو قفطان سي الجيريان، ما عندنا ما راهو فتوى. ايوا هز راسك بعدا وقول لي قفطان الجزائري. شتي هذاك القفطان مغربي، وتاع العالم مجموعه تعرف ان القفطان راه مغربي والتراث ديالو قديم بزاف، من جيل لجيل. احنا دائما لساننا طوال كجزائريين، لساننا طويل. ولكن اخوتي اكبر شمس العشيه كتوقع عند خوتنا، هي اللي غادي نوريكم دابا. هذه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو في آخر الانتخابات أجريت منتصف نوفمبر الجاري. بداية سيدي، من يتحمل مسؤولية خروج الجزائر من المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو؟ نعم، هو حقيقة يعني خبر مؤسف جدا يعني الجزائر، للدبلوماسية الجزائرية داخل هيئة اليونسكو. دابا خويا الجزائري راه بقى دابا عندك لا زليج لا كسكسو لا قفطان لا اركان، حتى حاجه بقات. كبل على كرشك اخويا. نعم، هذه هي القوة الضاربة، هذه الجزائر القوية. من مركز الملك سلمان لأعمال الإغاثة الإنسانية. سمعت السي المونتاج المساعدات الإنسانية، سطر لي هذه المساعدات الإنسانية. بتسليم 50 طن من التمور، وهي هدية من مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وهي هدية للشعب الجزائري الشقيق. ولكن حنا اللي عارفين المساعدات الإنسانية تمشي شي دولة فيها شي حرب أهلية، فيها شي زلزال، فيها شي حاجة يعني فوق الطاقة ديال ديك الدولة. ولكن حنا اللي عارفين بأن النظام الجزائري هو أقوى دولة في المنطقة والقوة الضاربة. هي باش تعرف أخويا الجزائري وتستوعب هاد البلاد ديالك في يديك. الله يرحم والديكم، الله يرحم والديكم، ما تحضرونيش بزاف، انا اللي معمر اكثر منكم. نترك السلطات نتاع الجزائر العليا، نحن رانا محقورين سبحان الله. واش هادي دولتنا ولا رانا غالطين؟ حسب راسك هو هذاك. إلا كان باتنا جابوا استقلال باش نعيشوا صحة، ما كانش باتنا قولوا لنا نمشيو عند جلالة الملك، وجلالة الملك يستقبلنا سيدي، نمشيو للمغرب سيدي نعيشوا. مرحبا بك اخويا الجزائري في بلادك.
المغرب بلادك الثاني، ولكن اخويا غتجيب لنا واحد الورقه مغاليزيا من سي عبد المجيد مع سي شنقريحه تيقول لك اسيدي سير المغرب. والله من وقت الزمان هذا لا يجيو شي نهار يقول لك ديونا الادمغه. الى هنا اخوان ديالي كينتهي الفيديو ديال اليوم. كنتمنى يعجبكم، خفيف داكشي خفيف ظريف فيه معلومات فيه طليعه. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد في رعايه الله.